قبل ما نعرف يعني ايه متلازمة داون خليني اسألك سؤال. عمرك شفت حد شكله مختلف شوية؟ ملامحه مميزة، نظرة عينيه، طريقته في الكلام، وحتى ضحكته. ناس كتير بتفتكر ان متلازمة داون مرض، بس في الحقيقة هو مش مرض ولا حاجة، هو حالة جينية. وده اللي هنتكلم عنه النهاردة بالتفصيل إن شاء الله. في جسم الإنسان كل خلية فيها كروموسومات. الكروموسومات دي شبه كتالوج التعليمات اللي بيحدد كل حاجة فينا، زي شكلنا وطولنا وحتى تصرفاتنا. المفروض كل شخص عنده 46 كروموسوم متقسمين على 23 زوج. اللي عنده متلازمة داون بيكون عنده زيادة في الكروموسوم رقم 21، يعني بدل ما يكون 2 كروموسوم في الزوج بيبقوا 3، عشان كده اسمها العلمي ترايزومي 21. اهو الكروموسوم الزيادة ده هو اللي بيأثر على نمو الجسم والمخ، وبيخلي الطفل يختلف في الشكل والتطور العقلي والجسدي. تاني حاجة، هل متلازمة داون ليها أنواع؟ متلازمة داون ليها 3 أنواع. اول نوع اللي كلمتك عنه واللي اسمه ترايزومي 21، وده النوع الاشهر وبيمثل اكتر من 90% من الحالات. النوع الثاني واللي بيتسمى ترانزلوكيشن او الانتقالي، وده عشان الكروموسوم الزياده ده بيكون لازق في كروموسوم تاني، ودي بتمثل حوالي 4% من الحالات. النوع الأخير وده بيكون نادر، وهو إن الكروموسوم الزيادة ده بيكون موجود في خلايا وخلايا تانية لأ. الفرق ما بينهم بيبان في حدة الأعراض، لكن من حيث التعامل كله بيحتاج نفس الدعم والرعاية. طب إيه هي العلامات والأعراض اللي بتكون عند